ونختتم النشرة من العاصمة السودانية الخرطوم، حيث احتفلت القنصلية اليمنية واتحاد طلاب اليمن المبتعثين هناك بتخريج 90 طالبا وطالبة لتفوقهم في الجامعات السودانية وحصولهم على مراكز متقدمة في شتى التخصصات. ليس ببعيد على اليمنيين أن يكونوا في الأمام وعلى رأس المتفوقين أينما بعثوا للتعليم، وما كان الطلاب المبتعثين للدراسة في السودان إلا نموذجا للطالب اليمني المتفوق في شتى المجالات، حيث كرم أكثر من 90 طالب وطالبة في العاصمة السودانية الخرطوم نظرا لتفوقهم وحصولهم على مقدمة في جميع التخصصات الدراسية في الجامعات السودانية. الطلاب والطالبات اليمنيين في السودان هم دائما الأوائل، حيث يبلغ عدد المتفوقين 85 متفوق ومتفوقة، أما عدد الخريجين ف19 خريج وخريجة، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية. نشكر قناة أعزال لمشاركة أبناء اليمن طلاب وطالبات المتفوقين من هذه الجامعات في دولة السودان الشقيق، التي منحت كل طالب ما لديها من معلومات كافية ليرجع إلى بلاده وهو ملم بمعلومات تتيح له المشاركة في سوق العمل وفي القطاع الخاص وفي مناحي الحياة التي يتطلبها الإنسان والشاب بصورة خاصة. الطلاب اليمنيون في السودان الشقيق تحدوا متاعب الغربة وتصدوا لكل ما كان بالنسبة لهم حجر عثرة أمام تحقيق النجاح والنجاح بامتياز. إن الكلمات لا تقف عاجزة أمام ضخامة هذا المعنى الكبير، معنى التخرج، هذه اللحظة الفارقة في حياة كل خريج. بتوفيق الله وعونه وصلنا إلى نهاية المطاف، واليوم يوم فرحة وعرس وتتويج لهذا النجاح. أهدي هذا النجاح لروح والدتي الطاهرة وإلى والدي العزيز وإلى كل الأهل وكل زملائي. لم يكن هذا النجاح محصورا على شريحة الذكور، بل أن الإناث اليمنيات المبتعثات للدراسة في السودان الشقيق كنا نموذجا للتفوق، خصوصا وأنهن استطعن كسر حاجز ابتعاث الأنثى للخارج لتلقي التعليم ومواصلة الدراسات العليا بعيدا عن الجو العائلي في الداخل، وهذا بذاته تفوقا يحسب للمرأة اليمنية. الحمد لله، بالرغم من كل معاناتنا إلا أننا صبرنا وتجلدنا لنصل إلى هذه المرحلة، بالرغم من كل المآسي والتعب إلا أن بفضل الله سبحانه وتعالى تشجيع الوالدين وهو أهم شيء، كانوا معنا في غربتنا، دعواتهم لم تنقطع عنا، كذلك الشعب السوداني بطيبة قلبه تعايشنا معهم. نحن كأبناء بلد واحد كنا وبحمد الله شعب واحد وكلنا كنا سندا لبعض. الطلاب الدارسون في الجامعات السودانية يؤكدون في حفل تكريمهم هذا أنهم ضربوا أروع الأمثال أثناء تواجدهم بالسودان الشقيق لوحدة الصف وتكاتف الجميع، وهو ما جعلهم يتقلبون على مشاكلهم، داعين أبناء الوطن للاقتداء بالجاليات اليمنية أينما كانت بوحدة الصف والتآزر بين أبناء الوطن الواحد. وأهدي تخريجي إلى شعب اليمن الذي يعاني صراعات وآلام ومصائب، والذي أثبت الحدث الأخير في اليمن أنه في صراعات وأنهم غير متوحدين، ومن أراد أن يرى شعب اليمن في توحدهم وتوادهم فليأتي ينظر طلاب اليمنيين في السودان ليرى ويأخذ درس وعبرة للوحدة اليمنية المتمثلة في الأخاء والمودة والمحبة. على الرغم من معاناتهم في غربتهم أثناء فترة الدراسة، إلا أن النجاح كان هو النتيجة التي يعود بها هؤلاء الطلاب إلى وطنهم الحبيب، وفي أكفهم إنجازاتهم التي من شأنها أن ترفع مستوى اليمن في شتى المجالات. ناصر الدبا، قناة آزال الفضائية، عاصمة السودان الخرطوم.